الشارع بيناديك راح يعملك عنتر، يرفع كلام عليك وتحس بيك أكتر. هل تعرف ما معنى الكلمة؟ يعني مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. يعني الكلمة لو تعرف حرمة زاد مدخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم واحة الشعر. اليوم بنكهة مختلفة، اليوم بصورة جديدة مبتكرة لأحد أهم شعراء العامية في تاريخ الإسكندرية. معنا ومعكم الشاعر الأستاذ محمد الصنبوري. أهلا ومرحبا بكم أستاذنا. يا أهلا وسهلا. حضرتك نورت البرنامج، وتأخر اللقاء جدا جدا، ولكن كما يقولون اللقاء نصيب. أولا الحمد لله على سلامتك من الوعكة الصحية، وأنا فرحت حينما رأيتك بلا حمالة يد اليوم، وأتمنى تمام الشفاء إن شاء الله. في بداية البرنامج، هذا برنامج أدبي شعري، يعني يتحدث في أهم فنون العرب وديوانها، وهو الشعر. والشعر الذي لا يرصد قضايا الوطن والمجتمع ليس شعرا. فلا بد أن نبدأ بالحديث عن مأساة غزة والألم الذي يعتصر القلوب حزنا على ما يجري فيها. تعليقكم أستاذنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل الدخول في همومنا نتحدث عن البهجة التي نحن فيها الآن. الهم مستمر ومتواصل. نعم. أشكر كثيرا الأستاذ طارق الفوزي، أشكر كثيرا جدا جدا الأستاذ الشاعر أحمد أدري حافظكم والمؤسسة المصرية للثقافة والتنمية ورئيس مجلس الإدارة المستشار محمد بدير على هذا البدء الجديد أو هذا الميلاد الجديد في شخصية. شكرا. طبعا نعرج إلى غزة وإلى أبطالنا في غزة، وهذا الشيء القديم الحديث المستمر إلى أن يشاء الله من كان مكتوبا من سنة 1948 ونحن في عذاب. نعم. ونحن في قتال، ولن ينقطع القتال ما بين المسلمين واليهود أو الصهاينة إلا في نهاية الزمن وفي نهاية البشرية عموما، يعني كما وعد سيدنا رسول الله وما قال الله سبحانه وتعالى. لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليوم. نعم. ولكنهم يتجبرون على عزل، يتجبرون على أطفال. شيء عجيب. تلك العقليات ليس في قلوبهم رحمة، وتساندهم القوى الاستعمارية الكبرى. لنا الله. أستاذنا الكريم، هل كتبت شيئا عن غزة أستاذنا؟ ده أكيد طبعا، لنا غزة ديت في القلب واخبار حضرتك، ولكن هو المسألة إن في بعض الأوقات مش بأسلوب فلسفي. في بعض الأوقات بيكون الحزن أو الألم شديد جدا جدا بحيث إنك أنت ما تقدرش تعبر عليه بكلمات الشعر عليه. دي بصدق وأمانة. نعم. يبقى أنت عندك الدعاء، عندك حاجات كتير جدا انت واخد بالك، اظهار ما يحدث للعالم كله عن طريق حتى لو ابسط شيء الفيسبوك او النت طبعا او الانترنت او وسائل التواصل الاجتماعي الحديثه. نعم. نعم.
أنا بنشوف إن يعني تعبير إن بتذكر الآن أطفال الحجارة. نعم. وثورة الحجارة كما سميت وقتها في الثمانينات. في الثمانينات. أنا أعتقد، ودي نظرية غريبة شوية، إن ما بقي من الحجارة التي لم تقذف في هذا الوقت نبتت في الأرض ونمت وخرج منها شهداء. نعم. لأن الفلسطيني يولد شهيد. نعم. ولا يلد شهيد، يولد شهيد. نعم. فدي قضية مفروغ منها، وإحنا كلنا خلفهم. وربما تعجز كلماتي عن أن أنا تصل ما بي من حزن وألم. نعم. عندهم نشيد يعني بمثابة نشيد قومي عندهم: أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا، فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا، الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا، الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا، أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا. هذه يغنونها دوما، وأنا أرصد هذا الكلام منذ عقدين أو ما يقرب من 3 عقود، أسمع هذا النشيد. أستاذنا الفاضل، لا ينكر أحدنا أن هناك ألما وأن هناك كآبة تحيط بالبيئة المصرية والمجتمع الثقافي المصري، ولكن لنا الله ونثق في قيادتنا السياسية بهذه المناسبة، لأنه يجيد التصرف في مثل هذه الأمور طبعا، ونحن نسأل الله لهم السلامة والسلام بإذن الله إن شاء الله. أستاذنا محمد الصبوري، مررت بعدة مراحل منذ أن عرفتك، يعني مرحلة الأستاذية في الشعر، وقبلها كانت مرحلة العضوية أو نيابة رئاسة رابطة الذكارين ورئاسة في الإسكندرية، وما لا أعرفه هو ما قبل ذلك. أريدك أن تحدثني عن البدايات وشعرك في البدايات وشعرك الآن. نبدأ بس كده بدعاء صغير. لما الكون بيضيق حواليك وبيوصل شوفك أدناه، قوم بسرعة مد إيديك وابدأ مع ربك ونجاه، اطلب منه مش هيهينك، أصله كريم دايما في عطاه، لحظة ونوره هيغمر عينك وهيوصل شوفك أقصاه، والدنيا هتفرح وتجيلك، بس يا ناسي قول الله. في البدء كانت الكلمة، نعم، وفي الوقت استمر الكلمة. نعم. وكأي لو رجعنا بالذكريات للخلف كثيرا، أنا من وليد إدكو. نعم، حافظة البحيرة. نعم، رشيد وإدكو. إدكو والأستاذ أحمد طبعا، وطبعا حضرتك والأستاذ أحمد عارفين إدكو كويس يعني. في هذه المنطقة التي يوجد بها طبيعة خلابة جدا، مبين البحر والكثبان الرملية جدا، والطيور النورس، نعم، الجمري والبلبول، نعم، والشرشير. هذه أسامي طيور تعيش ما بين البحر والبحيرة. كان عندكم طائر الغر بيروح عندكم؟ أيوة. الغر والبلبول. أيوة، بلاد الغر والبلبول. حتى في أغنية على إدكو والناس إدكو، دي كان كتبها الأستاذ فؤاد قعود، ولحنها أحد رائد الموال السوماني فؤاد قعود طبعا، وتغنى بها وغنيت ووزعت في تلفزيونات الإسكندرية. نعم، أكثر مرة. ففي الطبيعة نفسها كونت جزء كبير جدا من شخصية الشاعر. طبيعي. وكان طفل صغير
بدأ ينمو بيحب الأغاني. فكان واحنا بنذاكر كده بنقعد في بداية المدرسة كان عندي هواية غريبة أوي كده، ودي بسبب اكتشفت أني أستطيع كتابة الشعر. نعم. إن أنا كنت بنمسك الأغاني ونكتب الأغنية ورا حابب كلام الأغنية. طب الكلام ده جميل، طب بس هنا الشطرة دي أو القطعة دي طبعا مش عارف معناها شطرة، والسطر ده في كلمة غلط. طب لو قال الكلمة دي بدل دي طب كنت بتنتقد الكلام وأنا في كان عندك حس تفكير ناقد يعني. أيوة الحمد لله. بتقدر تقول رأيك. هنا في دي بداية كويسة. هنا في حرف زايد. أيوة. طب هو لو قال قدم الكلمة دي على الكلمة دي هيبقى أشيك وأحسن. أيوة. طبعا حضرتك إلى أن وصلت لمرحلة إن أنا بحط الكلام ده كده على جنب واكتب أنا. طبعا حضرتك واكتب أنا ما يوحى إلي من خيالي كتبت. فاكر يا أستاذنا أولى مراحل الإعجاب بالكلمة في سن بداية المراهقة كنا بنروح نشتري كتب أغاني عبد الحليم وأم كلثوم. أنا كان يعني يقول لك بس كنا بنسأل في يوم من الأيام ليه وردة ما نزلهاش كتاب وليه نجاة ما نزلهاش كتاب. يعني أنا في بداية المراهقة كانت في أواخر الثمانينات مثلا، فكنا بنسأل اشمعنى عبد الحليم وسومة لليوم كتاب. دلوقتي نقدر نقول إن الكلمة الخالدة يعني نستطيع أن ننقدها وأن نقول رأينا فيها، ويا ليت كل معلم في هذه الأيام يسأل طلابه عن رأيهم في أي قضية. تمام. يعني شوف حضرتك من الجيل اللي اتربى صح وتعلم صح، كنت بتقول رأيك وبتكتب كلمة مكان كلمة أو بتعيد كتابة الأغنية وصياغتها. تمام. ده كان في أي مرحلة، الثانوية أم الإعدادية؟ في الابتدائية. ما شاء الله، يعني سابق عصرك خالص. زي بصدق وأمانة. هناك كان هناك نادي اسمه نادي محمد علي قاسم. معلش ده البدايات علشان احنا نوصل لمرحلة معينة. تمام. محمد علي قاسم ده رجل من النوعيات اللي كانت تتفانت في حب مصر. نعم. وكان نموذج مشرف لأي إنسان يستطيع أن هو يتعامل معه. عامل نادي مسميه نادي محمد علي. بيصرف عليه من جيبه. أمواله الخاصة. بيستدعي معظم فرق كورة. عنده فريق تمثيل، عنده فريق موسيقى، عنده فريق مسرح، عنده كل ما تتخيله من مظاهر أو أشبه بأكاديمية فنون. أكاديمية فنون على حساب منافقته الخاصة. أيوة. واستمر ينفق على هذا النادي إلى أن انتهت فلوسه. كان عبقري. فرحل إلى ليبيا ويكمل مشواره هناك. اشتغل في ليبيا وكان موظف عام، اشتغل في ليبيا وكان بيبعت فلوس لبعض الناس المهيمنين على هذا المشروع لتكملة المشروع إلى أن استوفاه الله في ليبيا. فكانت هنا القصة الضربة القاضية. نعم. لأحلام كثير جدا من الشباب ومنهم واحد أنا، لأن كنت نتمنى وقررت إن الراجل ده يستمر على أساس إن هو يتبنانا. كنت ساعتها بقى بدأت دخلت الصف الأول الإعدادي وخلاص يعني على وشك. مفعم بالأمل. حيوية والنشاط. فجه الراجل فطبعا صمموا إن هم يجيبوه من ليبيا. فجه في صندوق تابوت ووصل إلى المقابر. هل هو كان في أحداث العنف؟ لا. ده كان مسالم جدا، كان مسالم جميل جدا رحمة الله عليه. هنا بدأت فأنا واقف فكل أهل البلد بيبكوا بكاء رهيب. فأنا هزني الموقف جدا. وكنت بكتب فكتبت قصيدة. دي طلع صادقة بقى، مليانة صدق فني وعاطفي طبعا. فهنا كانت البداية بتاعتها. قلتها في حفل تأبين لهذا الرجل. فابنه قلتها وانت في نفس السن ولا لما كبرت؟ لا في نفس السن، في نفس الموقف. الصف الأول الإعدادي. قبل 40 يوم من وفاة. بعد 40 يوم وفاة على طول. فكان حفل كبير جدا طبعا. وازاي يعني عارفوا يعني بالنسبة للأفطار الموجودين طفل. فوقفت قلت هذه القصيدة
انت في بلد عليك جانب. طبعا. فبعد ما قلتها جه ابنه وراح جاي حاططني كده طب حضرتك وبايس راسي، قال لي انت الكلام ده انت الكلام ده؟ قلت له ايوه. قال لي انا ما شعرتش انه نازل دلوقتي. يا طب نسمع بقى القصيده الشوقتني. انا والله انا طبعا هي موجوده في زي ما بيقول محمد صديقي الاستاذ محمد تقي الدين، موجود عفوا يعني في الشوال ده هو ايه؟ لو ما كتبته قبل في بدايه البدايات. وتمدت الايد اللي ما ترحم تشدك مننا. كان لما فتحوا التابوت فتحوا الصندوق بتاع الرجاي بيه من ليبيا، فالترابي بيمد ايده يسحب الجثه والناس ماسكه في الجثه مش راضيه تسيبها. طبعا حضرتك كل ده حب جدا مش عايزين يسيبوه. فالمهم فقلت انا فشفت في الان انتصرت ايه؟ يد من وجهه نظري انا، يد اللي هي اليد القويه. طبعا حضرتك هي قمه الرحمه، ولكن في نظري انا ليس لديه رحمه ان يدفنه. فانا بقول ايه؟ وتمدت الايد اللي ما ترحم تشدك مننا. انت بتعتبر ان الترابي هو السبب في دفن الجثه فهو لا انا بقول ايه؟ ده هو ايده هو الراجل ده ازاي هو يعني يدفنه يتجرب وياخده يدفنه. كان بالنسبه لك جرمي. وتمدت الايد اللي ما ترحم تشدك مننا. وتشبست كل الايادي بالجسد يبقى هنا. لكن قدر لازم يواريك التراب يا حسرة القلب اللي حبك يا شاهد كل شباب. دي جزء من هذه القصيدة. طبعا حضرتك تجسيد حي لكل لحظة الدفن. كلام كبير قوي. فأنا قلت هذا الكلام. طبعا حضرتك استمرت الحالة واستمرت البتاع وحب المراهقة والطفولة والحاجات دي إلى أن وصلنا لمرحلة مش النضوج الكامل، جزء من النضوج. بدأت نكتب. أول ندوة بقى. هقول لحضرتك. قبل الندوة كان في مؤتمر. المؤتمر ده كان أيام نظام الشباب. حضرتك طبعا الأستاذ أحمد يذكرها تماما. كان في منظمات شباب وكنا بنعمل معسكرات في القاهرة. ففي معسكر من هذه المعسكرات كان بيضم شباب على مستوى مصر كاملا. كان 26 محافظة، كل محافظة ممثلة بعدد شباب. فكان في هذا المعسكر بيتعمل حفلات سمر. فالمفارقة العجيبة إن أنا لقيت شاب جميل كده، وهنقول لك اسمه هيكون مفاجأة بالنسبة لك يا أستاذ طارق. هذا الشاب كان شاعر فصحى على أعلى مستوى. فقربت منه قلت له أنت فصحى وأنا عامل إيه رأيك؟ قال لي عاملين نشيل شنطنا ونمشي في المعسكر كل ليلة عند محافظة معينة. الله. هذا الرجل كان من الشاعر فولاذ عبد الله الأنور. أستاذ فولاذ الأنور. ماشي. كان عنده كان يكبرك كم كثير ولا شباب كلنا في نفس السن. كلنا في ثانوي. ما كانش ايه وهو كان في ثانوي. عملت قافلة أدبية جوه المعسكر. واستمرينا كان 15-20 يوم والله حضرتك. ايوه. وفي النهايه على فكره هذا الجو يشحن العاطفه والعقل ويشحذ الهمه للكتابه. تم تكريمنا وكنت احد المكرمين من قبل وزاره التربيه والتعليم ووزاره الثقافه. وكان اللي كرمنا كان كمال محي الدين. كان وقتها وزير التعليم وزير التربيه والتعليم. كمال محي الدين ولا كمال الدين حسين؟ كمال الدين حسين. صح كده. ايوه. كان كمال. وهذه الشهاده موجوده عندي حتى ومسك بعد منه ده كان من الضباط الاحرار. ايوه. واستمرت المسيره ماشيه الى ان اول ندوه حضرتها كنت في زياره الاسكندريه في الاسكندريه هنا. اول ندوه حضرتها كان حظي الجميل ان كان الضيف هذه الندوه كانت في مسرح المحافظه. نادي المحافظه الموجود في الشاطبي. ايوه. وكان اللي على المسرح فيها يومها الضيف كان فاروق شوشة. وكانت ليله الليله. حبيت الموضوع وبدات نكتب وزي ما قلت لحضرتك مخطوطات كلها موجوده عندي. ايوه. لم ترى النور.
المهم احنا بقى عايزين نبقى نروح مرة عند حضرتك البيت ونشوف الشوال ده اللي بيقول عليه الاستخدام دي. ان شاء الله ان شاء الله. فبعد كده في سنة آخر ندوة حضرتها في إيدكو قبل السفر، رحلة السفر كانت صعبة جدا. كنا في نادي في إيدكو، وكان الحضور على المنصة المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ ياسين الفيل رحمة الله عليه، والأستاذ الأنصاري عبد المنعم الأنصاري، والأستاذ عبد العليم القباني. لا ما جاش ما جاش هو. كان في رودي كان دمنهور. طبعا حضرتك كان مجموعة من فتاح الشعر. بعد هذه الندوة كان ليا فيها موقف جميل قوي. الموقف ده يعني من المواقف اللي أثرت فيا وكونتني داخليا، خلتني يعني اهتم اكثر. اقول لحضرتك الموقف، معلش احنا طولنا في البدايات. لا مهمه جدا. ده مهمه جدا. ذكريات لا تنسى. كان حاضرا، كانت المنصه قويه طبعا، وكان معي صديق العمر والطفوله والشباب الله يديله الصحه، صديقي الاستاذ زكريا عبد الجواد، وحاليا هو في من كبار كتاب الروايه في العالم العربي، وحاليا هو مقيم في الكويت. نعم. فزكريا كان وقتها بيكتب شعر عامي، كتبت فعملت قصيدة، وبدأت القصيدة بكلمتين بقول الناس المنظر اللي قدامي يخوف. بس أنا برضه طفل مش كبار يعني. فرش مشاو. لا ما كانش فرش مشاو. يوم إيدكو. أيوه يوم سمير الفيل، ياسين الفيل. ده كان نقل. يعني كده تخاف تقعد قدامه. أيوه. وراجل بيتحدث ولباقة والقباني والأنصاري والله حضرتك ومجموعة من الناس، وكنا بنتبادل اللقاء. واحد من يدكم كان فيه مجموعة شعراء. الأنصاري من غير أستاذ أحمد الصامت؟ لا من غيره. من غيره. غريبة شوية. لا ده هو حضر يومها. سبحان الله يرحمهم جميعا. المهم ففي نفس قلت قصيدة، فقلت له نستمعكم العذر، فنحن ربما لا تصل كلماتنا إلى مستواكم، فنحن هو فسامحونا. الله. قال يا ابني قول يا ابني. رحت قايل القصيدة، فقلت ممكن حاجة واحدة ثانية. قلت له حاضر، قلت له قصيدة ثانية. كانت وقتها قصيدة عن الأم. طبعا وقتها من منا لم يكتب في بداياته عن الأم وعن الرسول وعن الدين وعن كل الوطن وعن كل هذه الأمور الواضحة أو المعترف بها يعني، أو كانت مثيرة للشجن وقتها. المهم فتفضل. طلع زكريا عبد الجواد وقال قصيدتين. القصيدة اللي قلتها ممكن نسمعها كمان. أفضل. راح قال القصيدة بعد ما خلصنا هذا خالص واحنا بنسلم قبل السلام. قال انا والله ما كنتش هنتكلم. واقف ياسين الفيل بهذه قوة وعنفوان. قال والله انا يا اخوانا ما كنتش هنتكلم. هذا الرجل بيقول لي يا استاذ محمد انا بقيت مش طاير، مش ماشي على الارض او مش واقف على الارض. قوم يا استاذ زكريا. فاقسم بالله هذا حصل، وهو الرجل في دنيا الحق رحمة الله عليه. فقال والله ما دفعني إلى الحديث وخلال هذين الشباب والله الذي نفسي بيده نحن أمامكم الله. يا أقسم بالله العظيم هذه الكلمة كانت عبارة عن يعني قطعة من السحاب وأخذتني إلى أعلى. طبعا خلاص دي بداية. هذا مهمة جدا. ازاي؟ طب أنا عايز القصيدة دي بقى. احنا يعني الحكاية دي كلها وما نقولش القصيدة يعني برضه من الشوال برضه، بس لازم تتقال. أنا في حاجات أنا القصيدة الذي شهد بها هؤلاء الكبار. ملاك الرحمة هديكي كلام الحب
هي أجمل نعمة من ربي، يعني هذه بيت العزيز ربهم وبقى حضرتك والتسلسل كده. وبعدين القصيدة الثانية كانت عن الأمل. جتني في وقت العصفور، نسيتها بس هي موجودة والله حضرتك. بس أنا قلت نذكر هذه الواقعة. الشعر لو يناديك راح يعملك عنتر، يرفع جناب معاليك وتحس بيك أكتر، ويبان جمال ما فيك وتشوف جمال ألوان، والكل راح يناديك والمعجبين تكتر. لكنه لو يجافيك والفكر يتحير، يظهر سواد ما فيك والنفس تتوتر، حتى اللي بيك مفتون وبيسمعك بجنون راح يمشي من حواليك وساعتها راح تظهر. الشعر منحة كرم وهبة ماهوش تعليم، وياما زلزل وياما نبع كريم، وانت يا صاحب قلم اكتب كلام معقول، وبكرة ساعة الحساب عنه تكون مسؤول. شعر في رسالة خير، كلمة في كتاب مكتوب، وإن قلت قول بضمير، وإن تهت الحق توب، إن تهت الحق توب. الله، الشعر ده دستور. الشعر يعني دي منطقة دستور لحياة الشاعر، وكلام مهم جدا ومصيب جدا يا أستاذ. حبيبي ربنا يكرمك. اللي بس نتكلم عن الإصدارات الشعرية اللي موجودة، كان زي ما قلت لحضرتك في البدايات كانت أكثر من ديوانين أو 3 مخطوطين ما زالت موجودين. في بالأول ديوان طبعا ممكن حضرتك تنقحهم وتعيد رؤية فيه؟ ربما إن شاء الله تعالى بإذن الله. تمام. في ديوان، أول ديوان كتبته كان وطبع هو 20 ملك، ثم عبير الروح، ثم أشواق، ثم بيت الجيران. وبيت الجيران دخل جايزة الدكتور حمدي طه ما شاء الله، تم طبع رفقتهم. و ألفية السنوري دي بنتكلم فيها هي عبارة عن قصيدة واحدة من 1000 بيت، 1250 بيت دي. و القصيدة الديوان، يعني الديوان كله قصيدة واحدة، بحر واحد طبعا حضرتك. ودي بتتحدث عن تاريخ إدكو كبلد عشت فيها. دي هل هو شعر تعليمي مدرسي أم تاريخي؟ يعني أقرب إلى الزجل؟ ولا هو شاعر عامي مش زجل. الزجل انت عارف ان بحر الزجل ده لوحده. ايوه حضرتك. فانا دي بتكلم فيها عن تاريخ إدكو كاملا. نعم. اللي انا عاصرته في فتره ما ياخد من 50 سنه. ما شاء الله. دي الألفية الأولى. الألفية الثانية بنكتبها إن شاء الله تعالى بإذن الله، ربنا يكتب نكملها بإذن الله. اللي هي دي الأولى سميتها إدكو بلدي. الألفية الثانية ألفية السنوري 2، دي الإسكندرية عشقي أو اسكندرية عشقي، بتحدث فيها عن تاريخ اسكندرية كاملا اللي أنا عاصرته واللي أنا شفته. أيوه. دي 1000 بيت برضه. ما شاء الله. يعني أنت ملك الألفيات. الحمد لله. أتمنى في الألفية الثالثة. أيوه. في ديوان عن مثلين، في ديوان وقال البحر امتى اللغة، في ديوان قصائص. طبعا مجموعة من الحمد لله رب العالمين. يعني حوالي 5 و2 في الشوالي يبقى 7. لا دول كده 8 أو 9. 8 أو 9 ما شاء الله. وأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكمل طبعه، وربنا المستعان. ربنا كريم يا أستاذ. نكتب نقول لحضرتك إيه؟ لا هو حضرتك بس حضرتك حسيبك تقول 3 4 قصائد ورا بعض. بداية الزجاجين كانت عضو عادي في روضة الزجاجين. نعم. وحينما خد منصب نائب رئيس الرابطة اللي هو وفاة المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ سيد الخشاب، تولى، كان نائبه عادل الأستاذ رحمه الله. فتولى رئاسة الرابطة ومقرها في النادي المصري الاسكندري. وكانت في الفترة دي ما عملش نائب بس بعد سنة استمر يعرض علينا، وكنت أنا شخصيا طبعا تم عرض هذا الموضوع الله سبحانه وتعالى وهو في دار الحق، عرض علي هذا المنصب أكثر من مرة. كنت مرفض إلى أن بدأت المرض يزيد على عدد سنة. فكنا في البيت وشهود هذه الواقعة الأستاذ محمد قيدين والأستاذ عادل
أبو ليف، والأستاذ تقريبا حسن محمود. فبيكلمني قال له يا محمد، يا أستاذ محمد أنا عايزك تكون النائب بتاعك. قلت له أنا لا تغنى ولا ده مش معنى كده، دي تكليف وليس تشريف. نعم. فقال معلش. المهم قال لي يا أخي قولته التي أبكتني، أنت مش عايز تسمع نصيحة ميت. ده أنا ميت يا أخي، كان خلاص وصل لمرحلة النهاية. فبكيت وحضرته وقلت له اللي تعمله. وأنا طلع قرار تاني يوم بتقليدي من منصب نائب الرئيس. توفى أبو رسول الله صلى الله عليه رحمة الله. فكنت رئيس الرابطة. أنا كنت منصب زي ما قلت قبل كده، منصب سعى إلي ولم أسعى إليه. نعم. لذلك أتركه قبل أن يتركني. حديث النبي يا جابر لا تطلبن الإمارة أبدا، فإنك إن طلبتها وكلت إليها، وإن طلبت إليك أعنت عليها. يعني هو طبعا نسيب المنصب يسعى للإنسان، مش الإنسان اللي يسعى للمنصب. فلأن لقيت في مشاكل أنا في غنى عنها، فاضطريت ان انا انسحب بهدوء وسبت رابطه الزنجلين. في الفتره دي كنت بنعد العده لاتحاد الكتاب، فحصلت على عضويه اتحاد الكتاب الحمد لله رب العالمين. يعني طبعا ده موضوع متاخر قوي، بس يعني كل شيء بقدر. يعني الواحد مؤمن في حياته كلها بان القدر. نعم. مفيش حد ياخد اكتر من المكتوب له في الوقت اللي مكتوب له. نعم. فالحمد لله رب العالمين، ده بفضل الله. والقائمون على رابطة الزنجلين ناس أفاضل. حضرتك أخ ليهم مهما حصل. لا مفيش حاجة، لا مفيش حاجة حصل. يعني مفيش حاجة حصل. لا. الحمد لله، وكلنا إخوات، وطبعا شعراء كبار كلنا. الحمد لله. ورابطة الزنجلين عاملة شغل كويس. الحمد لله. يعني وشغل الله متوفي. يعني هو أنا حاليا هي مرحلة رئيس شرفي ويعني مش الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وحضرتك طبعا اكيد في بوفاه المرحوم الدكتور محمد زكريا عنان رئيس شعبة اتحاد الكتاب اسكندريه، طبعا فرصه نذكر هذا الرجل ونترحم عليه وننعيه طبعا، لانه طبعا قامه وقيمه وعالم فاضل ورجل جليل. رحم الله هذا الرجل وغفر له. آمين. حضرتك بقى تسمعنا يعني في مراحل تانية من الحياة الأدبية، ولا لا والله الركب مستمر في الكتابة؟ يا أخي محمد مستمر واخبار حضرتك بكل ما فيها. مفيش سعي شيء أكتر غير إن أنا بكتب. بطبع كتبي على نسختي الخاصة. طبعا حضرتك يهمني إن أنا أسيب كلمة مكتوبة لكلها قيمة. بس هل تعرف ما معنى الكلمة؟ الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. يعني طبعا عبد الرحمن الشرقاوي في الحسين شهيدا يقول هل تعرف ما معنى الكلمة؟ يعني مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. يعني الكلمة لو تعرف حرمة زاد مدخور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. الكلمة حياتنا. حضرتك قلت في البدء كانت الكلمة وفي الختام تبقى الكلمة، وعيسى ما كان سوى كلمة. يعني كلمة الله ألقاها إلى مريم. يعني قصيدة الشرقاوي مليئة بعظيم الأثر لقيمة الكلمة في حياتنا. الدين بتاعنا فيه كثير، وديننا فيه الكثير. يعني طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الرجل لا يلقي بالكلمة لا يدري لها بالا تلقي به في جهنم 70 خريف. يعني لفظ نميمة، قذف محصنات، أي حاجة من دي.
فالشاعر له دور في المجتمع أن يرقى بالكلمة وأن يعلي من شأنها وأن يكتب كلمة لا نستهزئ بدور الشاعر والكاتب والأديب. كلامه سيقرأ وسيسمع وسينقل عبر الأجيال، فلا بد أن نتقي الله في كلمته. حضرتك بقى سمعنا قصتين أو 3 كده نختم بيهم هذا اليوم. عارف يا بحر، أنا شايفك بتشبه لي، وأنا لما أكون زعلان ألاقيك بتندهلي تاخد بإيدي تواسيني، تصفى أوام روحي وهمسة واحدة ترضيني، بلسم دوب روحي. ما احنا حبايب وعارف إنك بتسمعني، وياما خدنا وعطينا دايما مصدقني، مهما علي موجك قدامي حنية أسمع لصوتك غرام، واسرح مع المية بحس بيك والدفى من أغلى أسرارك، حتى اللي راح واختفى نايم في أحضانك. عارف يا بحر، عارف يا بحر، الكلام بينا ملوش نهايات، ولا عمري أزعل واسيبك أو تنتهي الحكايات، مهما حكيت أحزان ألقاك بتحضنها وتهدي قلبي العليل وتخف أوزانها. في البر بلقى الدفى بالقعدة قدامك، في الحر ساعة صفا والحب في مقامك. عارف يا بحر، لا بعدت عنك لو تكون زعلان، ولا خفت منك وقت ثوراتك، دايما تصور وتهد في الأكوان، ولما تهدى نشوف في الموجة لمعاتك، تبعت نوارس بيض تتمايل، تاكل في خيرك على الشطور بسلام، موجك يعيد حالي ولو مايل، وارجع كأني طفل عمره يدوب أيام. يا بحر طول عمري أنا وأنت والأحلام عايشين هنا لوحدنا، ولا نعرفوش أوهام، أضحك تشاركني، تضحك أكون وياك، أبكي تواسيني، أسرح تاخدني معاك، قلبك كبير يا جميل، خيرك مغرقنا، في الفجر أو في الليل شطك بيجمعنا، صاحبي أنا يا بحر، خليك كما أنت تلقاني فوق الصخر، مستني لمتنا نقعد أنا وياك، والموجة تجمعنا، أصلي هوايا هواك، والحب واجعنا. بالله عليك يا بحر ما تغيبش عني يوم، واقف أنا على البر وناسي، وأنا حتى ناسي العوم. عارف يا بحر، بس عارف يا بحر. انتهت اسكندرية. واضح ان مرحلة اسكندرية كانت قوية. طبعا في بدايات النضج اعتقد. لا دي في قريبا من فترة بسيطة. جميل. دي على اساس ان دي تكملة برضو في جزء من وقار البحر. الديوان اسكندرية العجب مطلية للمينا، بينهم حارات الزعفران منشور، لما القمر يكتمل ينزل في وسطينا، يشد ضي النجوم ويلفنا بالنور. حنطور وشيل حبة يا باشا، حنطور وشهل حبة يا باشا، كرباج ورا دسوالي رجليا، في رسلة طازة يا قشطة وغاشة، والحنة بلدي في الفرح. غية اسكندرية البياصة والمرسي والزفة، كل الحبايب هنا واقفين على القمة، عروس زي القمر وعريسها والخفة، 2000 صلاة على النبي، محلاها دي اللمة. اسكندرية الولاد على البحر تتشاقى، أما البنات في الحواري السيجة لعبتهم، يحكوا الحكاوي أهل ورفاقة، والحب يفضل حلم لمتهم. اسكندرية السمك صيادة على إيده، فلوكة ماشية على البساط أرزاق، يرمي الشبك يطلع له موعوده، وانطرحة فاضية يحمل الرزاق. الشوق ياخدني هناك، طعمية من جابر تحرق في زوري، بس أحلى كباب، وإن كان في باقي للحلو من صابر، محلاها ساعة الصفا، وقعدة الأحباب نحبس بحبة شاي 50، قهوة فاروق بحري بتجمعنا، نحكي التاريخ والليل ينادينا، على البحر تلقى النوارس واقفة تسمعنا. بحار بيحضن بإيده الموج بحنية، عاشق البحر أنا والموج موالي، لا برده بيهمنا ولا خوفنا جنية، لا شط غيره لنا ولا غيره يحتلي. اسكندرية دليس
والتريانون على البحر، ست البنات في السلسلة عايمة، حكموا عليها وموتوها وهي من وقتها فوق الصخور نايمة. يا اسكندرية غرامك عشق وأصابني بكل دايما دواء من كل آلامي، مولود معايا وعمره ما سابني، وإن غبت عنه الدلال ألقاه قدامك. الله الله. هذه اسكندرية. أستاذنا الشاعر الكبير محمد الصقر، أنا عايز من حضرتك رسالة إلى الشعراء الشباب من خلاصة تجاربك ومن خبراتك التي عاصرتها على مدى نصف قرن في المجتمع الأدبي. حضرتك تقول إيه للشعراء الشباب؟ وحضرتك شايف الساحة الأدبية إزاي؟ في عجالة. الساحة الأدبية حاليا هي عبارة عن جلسات متكررة. نعم. من هنا لهنا لهنا لهنا. وكل يوم موعد. وكل يوم أكثر من موعد، مش موعد واحد. طبعا هذا تضارب في المواعيد. وأصبحت مثل حفلات الزفاف. وإذا ما كنتش أنت يعني أنا نجيلك بتزعل مني. ما تعزمنيش مرة ثانية وما تبعتليش دعوة مرة ثانية. للأسف. أنا أرجو إن إحنا نحاول نتفق، اللي هو أصحاب الكيانات عموما، نتفق ونعمل حاجة شياكة بحيث إن مثلا كل يوم ندوة، ونخرج من إطار الندوات العادي اللي هو إحنا نقعد نسمع بعض، لأن إحنا كلنا بنسمع بعض. أنا بقول شعر والإخوة الحضور بيسمعوني، ونمشي من الناحية الثانية يقول شعر يسمعه. بطول صوت حضرتك طبعا دي قضية عامة في المجتمع الأدبي السكندري. في اليوم ندوتين وثلاثة مفيش أفكار، حتى اللي بيعمل ندوة جديدة يعمل أطروحة. والله هو في أطروحة للنقاش نص ساعة والباقي نسمع الشعر. حاليا في حتى يبقى أنا اسمي استفدت من اليوم. حاليا في ناس أخبار حضرتك خرجوا من الإطار العام من شكل المنصة، وفي كثير جدا طبعا في ناس عندهم أمل في بكرة. نعم طبعا، وإن شاء الله تعالى بإذن الله يتحقق أملهم ده ويغير الشكل العام بتاع الندوات أو الشكل الأدبي العام في اسكندرية. دي أولا. ده هذا عن الساحة الأدبية. ثانيا، لما نتكلم عن الشباب أنا أقول لهم نصيحة، طبعا أنا لا أدعي أستاذية ولكنه خبرة سنين، وهي حاجتين أو ثلاث حاجات. أولا عدم التعجل، ثانيا القراءة، ثالثا سؤال الأساتذة. يعني أنا نصيحة للشباب الموجودين كل من كتب الكلمة ما يعتمدش على أن في واحد يقول له الله ويسقف له. لازم يسأل المتخصص. هذا لا يشكل شخصيته الشعرية. الله ينور عليك. وما يفرحش. نعم. ما يفرحش بالتسفيد. ولا بد لكل شاعر أن يكون له مشروع. طبعا. مشروع شعري. مشروع كلمة، أو زي ما اتفقنا، الكلمة هي الباقية. نعم. وفحرص أن تكون كلماتك الباقية عنوان لك. نعم. نقول أن الشاعر مؤثر في مجتمعه، والشاعر وليد بيئته، ويجب أن يتحلى الشعراء بالتأني وبالقراءة وبالوعي وبالمعرفة حتى يكونوا يعني مثل الأجيال السابقة في إبداعها. نسمع في ختام هذه الحلقة الجميلة نسمع قصيدتين أو قصيدة من أستاذنا الأستاذ محمد الصقر. افتح أيامك باب ورا باب، وبلاش تتحجج بغياب حد، وأكيد راح تلقى كتير أحباب بتمد حبال الشوق وبجد. سيبك من أي كلام معسول، علشان القول بقى سهل كتير، وعشان ما تعيش والعمر يطول، جمل لحياتك سطر أخير. يا بلدي هواكي في الهوا موشوم وبيعلم، ولسه برضو بتعلم وهتعلم. ما أنا تلميذ لكن خايب تمامي في الحضور، غايب ولسه برضو بتهجى كلام الحب في عينيكي، وبصحى الصبح واتوضى بضي الشمس وبخيرك، ولسه برضو بتهجى كلام الحب من عينك، وبصحى الصبح واتوضى بضي الشمس وبخيرك. ومين غيرك مصبرنا، ومر الصبر قاتلنا، ولسانا نقول بكره اكيد تحلى ويانا. انا يا
الحلوين مالش كتير، لكن معذور، فأقول إزاي أكون فرحك وأنا مقصور، وأسر الروح يكون أصعب من المسجون، وساجن نفسي في ضلوعك أنا مجنون، بشوفك مهرة عربية وأنا فارس، وفرشة سكتك ليا بلا حارس، فكيف إني أكون خيال بسيف مكسور، وكيف إني أهد جبال وأنا مأمور بأمر السجن والسجان، ومارد من ملوك الجان، أنا يا حلوة حد بسيط، بكلمة ولحن في إيديا وصوتي ضعيف، فهل ممكن وهل جايز تكون الكلمة في الدنيا كحد السيف؟ أكيد ممكن. الله. شكرا جزيل لمحدثي الأستاذ الرائع طارق الكردي، والشكر الموصول للأستاذ أحمد أدري المصور المخرج الرائع، وكثيرا من الشكر إلى المؤسسة المصرية للثقافة والتنمية ورئيس مجلس إدارة المستشار محمد بدير. شكرا لكم، شكرا لكل من سيرى هذه الحلقة ويبدي رأيه فيها. شكرا. في نهاية هذه الحلقة بتوجه بالشكر للشاعر الكبير أستاذ محمد الصبوري الذي أكرمنا باستضافته والتحمل على الطريق في هذا الزحام. شكرا جزيلا والحمد لله على السلامة يا فندم. كل الشكر للمخرج يعني الجهد المجهول في هذا البرنامج الشاعر الكبير أحمد أدري. كل الشكر للمؤسسة المصرية للثقافة والتنمية ممثلة في شخص المستشار محمد بدير رئيس مجلس إدارة المؤسسة والراعي الرسمي لهذا البرنامج، ويعني يبذل كثيرا من الجهد لإنجاحنا. وختاما ندعو لشهداء غزة بأن يرحمهم الله عز وجل وأن يثبت الباقين منهم. شكرا. كان معكم طارق الكردي. الشعر لو يهنيك راح يعملك عنتر، يرفع